خايف على ابنك، خايفة على بنتك، تطبيق واتسويب. تطبيق ازاي تراقب ابنك او بنتك من خلال الواتساب. هتحمل التطبيق واتسويب وهتفتح برومو كود. كل اللي عليك انك هتروح على تليفون ابنك او بنتك وتفتح من فوق الثلاث نقاط وتكتب وتشوف الاجهزه المرتبطه، تخش عليها تعمل ربط الجهاز. اول ما تعمل ربط الجهاز هيقولك اديني صلاحيه الدخول على الكاميرا. هتديله صلاحيه الدخول على الكاميرا، هيفتح الكاميرا، هتصور البرومو كود من التليفون بتاعك اللي منزل عليه تطبيق واتسويب. خلاص على كده كل محادثات ابنك او بنتك موجوده على تليفونك انت، تقدر تشوفه بيكلم مين، بيكلمه امتى. ونصيحة، لو لقيت ابنك او بنتك محترمين وكويسين، خلاص على كده اطمنت عليهم، اعمل تسجيل خروج. لكن ما تقعدش تتجسس عليهم اكتر من كده. التطبيق للاب والام عشان يطمنوا على اولادهم بس، مش عشان واحد يتطقص ويدور ورا واحد صاحبه، وواحدة تتجسس على صاحبتها، واحد يتجسس على صاحبته وياخد صورها وفيديوهاتها وحاجاتها. لان كل التجسس حرام. في القرآن يقول لك ولا تجسسوا. التطبيق انا بشرحه لأي أب وأي أم خايفين على عيالهم من السوشيال ميديا واللي بيحصل في الزمن الصعب قوي اللي احنا فيه. أي حد هيحمل التطبيق عشان يتجسس على حد، للأسف الشديد هيتكشف بسرعة، لأن فيه تركاية صغيرة أي أب وأي أم هيقدروا يظبطوها على تليفون ابنهم قبل ما يسيبوا التليفون. لكن أي واحد تاني بيتجسس، كل اللي فارق معاه انه يصور البرومو كود بموبايل الضحية في ثواني ويقفل على كده. للأسف الضحية هيكتشف ان هو بيتم التجسس عليه، وهيقول له التليفون اللي بيتجسس عليه والمكان اللي بيتجسس منه، أقرب حد، ونوع التليفون اللي بيتجسس منه. نصيحة، أي أب وأي أم بس اللي يحملوا التطبيق. السلام عليكم.